بتراهن انه الفسو بهدوء لا يبطل الوضوء. وحد الله يا زلمه. لا اله الا الله، زي ما بحكي لك بالضبط. منين جايب هاي الحكي يا زلمه؟ فش منه. التلفزيون عندي بالدار وانا مارق طلعت ولا بحكي هيك الشيخ، قلت والله شكله مزبوط كلامه، هيك كان هو جد يعني. منين هذا الشيخ؟ شو اسمه يعني هذا الشيخ اللي بيحكي عن الشيخ؟ استنى اتذكر لك شو اسمه. لازم مستحيل هذا الحكي، هذا الشيخ مش مزبوط. وبقول لك شفته شو جايب هو يعني من عنده، اكيد هو دارس، هو عامل وكايم بالدين وعارف شو هو قاعد بيحكي. مش كل واحد طلع على التلفزيون حكى كلمتين صار شيخ. يا زلمه هو شيخ وما شاء الله عليه وبيحكي وبقابل ناس بالتلفزيونات. هات نسأل هذا الزلمه شكله بفهم بالدين. يا اخينا، اخ تفضل بس شوي عايزينك بموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. بدنا نسألك شغله بتتعلق بالدين. خير ان شاء الله. صح الفسو بهدوء لا يبطل الوضوء؟ ايش اخوي؟ بقول صح الفسو بهدوء لا يبطل الوضوء. اللهم ثبت العقل والدين. تعرفوا ان انا رحت على الصلاة ورجعت وانتوا بتتخرفوا بنفس الموضوع؟ يا ترى خلصت المواضيع بالحياة انكم بتتخرفوا بهيك شغلة تنخروا بالدين نخر؟ انتوا بتعرفوا اثنين انه الولد اللي عمره سنة بيعرف جواب السؤال اللي سألتني اياه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بعدين تعال جاي انت وياه، تعال. انتوا بتصلوا؟ انت بتصلي؟ إيه لا. انت؟ صراحة لا. قلت لي بتصلوش. كل هذا وبتصلوش، كيف لو انكم بتصلوا؟ ينعن ابو النفضة في الدنيا. هذا طلع مجنون. هذا مجنون ولا حبة عقل. هذا مش لازم تكرر. الله يسود وجوهكم اثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق سيدنا النبي لما قال فتن كقطع الليل المظلم. شو هاد زر بندورة واحد؟ راحت السلطة، شو بدنا نقول للمرة هسه؟ يلا بعين الله. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى.